تشكيل نادي الزمالك في نهائي كاس السوبر قدام النادي الاهلي. وقبل ما اتكلم عن التشكيل عايز اتكلم في نقطتين: ناصر ماهر واحمد سيد زيزو. يا ناصر يا ماهر بلاش لغه الاحباط اللي انت اتكلمت عنها في البوست اللي انت نزلته النهارده بسبب عدم ضمك لمنتخب مصر. سيبك من دلوقتي من اي حاجه، ركز في ماتش بكره. ماتش بكره لو انت رديت على الكل هيديك تعظيم سلام، والناس اللي كانت ضدك هي اول ناس هتبقى وشها في الارض. لو انت بكره نزلت محبط زي ما انت بتقول، الماتش هيضيع منك، وانت كمان هتدي فرصه لاي حد كان بيشكك في قدراتك. مين عارف ممكن تنضم لمنتخب حلمي طولان، وانا متوقع بكده، وتكون متالق في البطوله العربيه، خصوصا اللي هيبقى عليها الانظار الفتره الجايه. الماتش بتاعك زي ما انت خدت نجم الماتش اللي فات واللي قبله، ان شاء الله بكره تبقى من نجوم اللقاء وتأدي اداء يخلي الكل يضرب لك اكبر تعظيم سلام. اما بالنسبه لزيزو، بكره يا ريت الجمهور يركز في التشجيع وبس، بلاش تغلطوا في لاعب ساب النادي خلاص واحنا مش مستنيين منه حاجه. هو لاعب باع النادي، فاحنا كمان هنبيعه بكره، وبلاش ندخل النادي في مشاكل تحرمنا من وجودكم في الماتشات اللي جايه. ده بالنسبه للجمهور. اما اللاعبين ادخلوا عليه برجوله. فاكرين موقف طارق حامد مع كهربا في اول لقاء وكان برضه في السوبر؟ طارق حامد ما هنهوش على كوره، خلى كهربا يبقى خايف يلمس الكوره عشان عارف لعيبه نادي الزمالك هتخش عليه بكل رجوله ومش هتهنيه على اي كوره يلمسها. هو ده اللي يحصل بكره مع زيزو، ما تهنوش على الكوره، ادخل عليه راجل لراجل، عرفوه معنى الانتماء ومعنى اللي يخدع جمهور نادي الزمالك ويعشمه ان هو موجود وفي الاخر يسيبه. لازم بكره اللعيبه يبقوا 11 راجل في الملعب وتردوا على اي حد كان بيشكك فيكم. ماتش بكره ماتش اللعيبه وماتش الجهاز الفني، كده كده الجمهور الكل بيحلف بيه، وانتوا عارفين قيمه جمهور نادي الزمالك. الجمهور في ظهركم لاعب، مفيش غير ادائكم بكره، ادائكم كرجاله، ادائكم يبقى فيه روح نادي الزمالك. هنكسب الماتش زي ما عملنا قبل كده في السوبر الافريقي، كنا 11 راجل في الملعب. بكره ماتش اللعيبه وانا متوقع ان شاء الله نادي الزمالك هيكسب. اما بالنسبه للتشكيل، طبعا محمد عواد، محمد اسماعيل والونش 2 مساكين، باك يمين عمر جابر، باك شمال احمد فتوح احسن باك شمال في مصر، نص الملعب ربيع ومحمد شحاته وناصر ماهر قدامهم. اما الوينجات بكره شيكو بنزا لازم يبدا. شيكو بنزا لعيب عشوائي وممكن يخطف اي حاجه مش متوقعه. اما الناحيه الثانيه هيبقى طبعا بنتايج قدام فتوح، وراس حربه واحد هو سيف الجزيري اللي حظه كبير قوي في ماتشات النادي الاهلي. كل الدعم ليك يا احمد عبد الرؤوف، كل الدعم لعيبه نادي الزمالك. العبوا برجوله بكره والماتش هيبقى بتاعكم والمكسب هيبقى من نصيبكم. الصعود بتاعنا في ماتش بيراميدز ده بيأكد ان لعيبه نادي الزمالك رجاله وتقدر تكسب اي حد، وان شاء الله بكره ترفعوا الكاس وتردوا على اي حد كان بيشكك فيكم كلعيبه وكجهاز فني. كل الدعم ليكم، وان شاء الله نادي الزمالك بطل السوبر المصري.